كلمة أمير المؤمنين مختص بإمامنا إمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب أرواح الله، مختص حتى إطلاق أمير المؤمنين لإمام المجتبى ليس بجائز. أمير المؤمنين في العالم واحد وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا اللقب العظيم جاء من الله الكريم، نزل به جبرائيل الأمين برسول الله بأن لقب هذا المولود أمير المؤمنين. إلى قريب هذا الزمان، قريب 20 سنة 10 سنوات، علماؤنا رضوان الله عليهم، مشايخنا، خطباؤنا، شعراؤنا حفظوا هذا اللقب خاصا لمولانا أمير المؤمنين. أما أنا الآن لما دخلت الكويت أخيرا أشوف شيء عجيب، على منابر أمير المؤمنين بدال كلمة أمير المؤمنين إمام علي. هذا سياسة، يريدون أبناؤنا ينسون هذه الكلمة المباركة يعني أمير المؤمنين، يصير نسيا منسيا. بعد اللي نسوه يخصون هذا اللقب بالذي لا يستاهل حتى بكلمة المسلم.